ده خالد بيشتري سماعه كل اسبوع، والسماعات اللي بيشتريها كل 3 شهور ما بتقدمش مايك كويس ولا بطاريه كويسه حتى، وسعرها يجيب الضغط. وده وهو قاعد بيتفرج دلوقتي على الريفيو رقم 7000 لسماعه بسعر كويس بتقدم له اللي هو عايزه ومش لاقي، لغايه ما لقى الكنز ده. دي الاتش 3 لايت. في الجيم مفيش زيها، في المكالمات مفيش اختها، في وسط السماعات مفيش في سعرها. عايز توصلها وتلعب بيها على البي سي العاب محيطيه موجود، صوت نقاء بطاريه شغال. طبعا هنتكلم بالنسبه للسعر ده، ودي من براند اسمه كيو سي واي. وحابب اقول لك لما انا جربت السماعه بتاعتهم دي ولقيتها حرفيا مفيش زيها، انا اصلا بكره السمارت ووتشز، مش عارف اشتري سمارت ووتش تنفع معايا في الجيم وتنفع معايا في الاستخدام اليومي بتاعي وفي كمان المكالمات، لغايه ما اكتشفت ان البراند ده عامل ساعه جامده جدا اسمها السمارت ووتش جي تي. الشاشه بتاعتها اموليد 60 هرتز، بتقدم لي الكواليتي اللي انا مش لاقيها في اي ساعه ثانيه بالسعر ده. كفايه ان شكلها مدور، اصلا بحب الشكل المدور ده جدا. فيها اكتر من 200 ووتش فيسز بتتشقلب ما بينهم براحتك، والاوضاع الرياضيه اللي فيها كامله متكامله ما فيهاش حاجه ناقصه. اكسجين في الدم بقى، بتشوف نومك عامل ازاي، بتجيب لك احصاءات كامله عنك، طبعا غير الحاجات الاساسيه اللي بتعملها اي ساعه، يعني حرق يا باشا، والطقس كمان موجود. فالبراند ده في الشرق الاوسط عموما في الفتره اللي جايه هيكسر الدنيا. لو عايز بقى تشتري المنتجين دول اكيد طبعا هسيب لك اللينك بتاعهم عندي في البايو. انت لو بتعاني من نفس المشكله او ليك حد تعرفه بيعاني من نفس المشكله ابعت له الفيديو ده هيحتاج.